يا مساء الفل والجمال، أهلا وسهلا بيكوا، معاكوا نهلة فؤاد وانت بتتفرج على برنامج خلاصة في 5. البرنامج اللي بنلخص فيه أهم وأقوى الأفكار في 5 دقايق وبس، ومكملين مع بعض قوانين القوة بتاعتنا. وبدايتنا النهاردة هتكون بحكاية. كان في حاكم ذكي جدا، بس أكتر حاجة كان بيخاف منها إن الناس تشوفه عادي. في يوم قرر يعمل عرض ضخم في الميدان الكبير، نصب الرايات ونزل بجيوشه، والناس اتجمعت حواليه. كل خطوة، كل نظرة محسوبة بدقة. الكل انبهر والكل بدأ يتهامس، ده مش بشر، دي قوة بتمشي على الأرض. ومن هنا اتولد القانون 37. اعمل عرض يبهر العيون. الناس بتصدق المشهد قبل الحقيقة. الهبة مش بالكلام، دي بالمنظر اللي يخلي الكل ينسى يسأل هو ده حقيقي؟ وبعدها بسنين جه شاب طموح في نفس المملكة، كان شايف الدنيا مختلفة، أفكاره جريئة، بس كل مرة بيحاول يعبر عنها الناس بتهاجمه. فقرر يعمل العكس، يضحك معاهم ويقلدهم ويعيش وسطهم زي ما يكون واحد منهم، بس جواه بيبني خطته بهدوء. وفي يوم التنفيذ محدش شافه جاي، وده كان القانون 38. فكر زي ما تحب بس تصرف زي الناس. القوة مش في إنك تبين مختلف، القوة في إنك تبقى زي المية، تاخد شكل الكوباية بس جواك نار. وفي آخر القصة كان في قائد حاسس إن اللي حواليه خاينين، بس مش قادر يحدد مين. ما صرخش وما اتهمش، قام عمل حركة صغيرة كده، قال إشاعة إن في تغيير كبير جاي في المملكة. وفجأة وشوش كتير بدأت تبين، والوشوش الهادية اتقلبت لخوف. ضحك وقال أهو كده ظهر. وده القانون 39. حرك المية الراكدة عشان تشوف المستخبي. أحيانا الهدوء بيخبي العدو، والاضطراب هو اللي بيكشفه. في النهاية القوة مش بس في السيطرة، القوة في إنك تعرف إمتى تظهر وإمتى تختفي، وإمتى تحرك المية الراكدة. لعبة القوة مش للناس الضعيفة، دي للناس اللي بتعرف تمشي على الحبل وما تقعش. نصيحتي ليك في الحلقة دي، خليك مبهر لما ده يكون لازم، واسكت لما السكوت يكون مفيد، وحرك اللعبة لما تحس إن الوقت جه. الممثل الشاطر مش بيكسب بالمشهد، بيكسب بالذكاء اللي وراه. وبكده أكون خلصت خلاصة النهاردة. كان معاكم نهلة فؤاد، وكنتم في برنامج خلاصة في 5. استناني كل تلات وجمعة، وما تنساش تعمل لايك واشتراك وتفعل الجرس عشان تكمل معايا الرحلة. وافتكر دايما شعارنا: أفكار مركزة في وقت محدود. أشوفكم الحلقة الجاية.